أنت تسألني كيف أحبك؟ إن حبي وقلبي كلاهما حقيقيان ولن يتغيران أبدا. أنت تسألني كيف أحبك؟ حب عميق جعلني أشتاق إليك حتى اليوم. أنت تسألني كيف أحبك؟ فكر وانظر، إن القمر يمثل قلبي. كلمات أغنية بتفكرنا بالحب والسهر والتأمل في القمر وإحنا بنفكر في حد بنحبه أو أيام زمان اللي بنشتاق لها أوقات. الربط بين القمر والناس اللي بنحبها ونشتاق لها وراه أسطورة قديمة، ويا للعجب ما بدأتش من القمر لكنها بدأت من الشمس، أو بمعنى أصح الشموس العشرة، الأسطورة الصينية اللي بدأت في زمن بعيد وقت ما كانت الأرض بيشرق في سماها كل يوم بالتبادل شمس واحدة من أصل 10 شموس، واللي كانت بتملى الأرض بالنور والحياة وتغرب في ميعادها المحدد، واليوم اللي بعده تحل محلها شمس تانية من 10. وفضلت الأيام تمر على نفس الحال لحد ما جه في يوم قررت فيه الشموس 10 إنها تشرق في السماء في نفس اليوم وفي نفس الوقت. وهنا بدأ جحيم الأرض، انتشر في الأرض الجفاف واتحرق البيوت والشجر وجفت الأنهار وبدأ يظهر شياطينها ووحوشها اللي كانوا عايشين فيها، وبدأوا ينتشروا في الأرض علشان ينتقموا من أي كائن حي لسه عايش عليها. وعلشان ينقذ الأرض من الهلاك قرر الإمبراطور السماوي الاستعانة بمعبود الرماية هوي، وأمروا إنه يروح للشموس 10 يحذرهم من قرب فناء الأرض ويطلب منهم إنهم يرجعوا لسابق عهدهم ويتم مهمته معاهم في سلام. ولما نفذ هوي الأمر اتفاجئ برفض الشموس 10 وسخريتهم كمان، ولقاهم انتشروا بطول السماء وعرضها. وبدافع من رغبته في سرعة إنقاذ الأرض من الهلاك وعلشان يضمن عدم تكرار مأساة الأرض تاني على إيد الشموس 10، قدر ببراعته في الرماية إنه يوقع منهم 9 شموس وساب شمس واحدة بس علشان تحافظ على وجود الحياة والنور على الأرض. لكن ومع إنه نفذ الأمر بإنقاذ الأرض إلا إن النتيجة لقتله للشموس ال9 جردوا الإمبراطور السماوي من صفة الخلود ونفاه للأرض علشان يعيش حياة البشر الفانية. لكن في المقابل أصبح بين البشر بطل قومي محبوب أنقذهم من موت مؤكد، وبدأوا كمان يبعتوا له أولادهم علشان يتعلموا منه مهارة الصيد والرماية. نزلت مع هوي للأرض زوجته تشانج، واللي لشدة حبه ليها رفض بينه وبين نفسه إنها تموت في يوم زي باقي البشر، وعلشان كده قرر يبدأ رحلة البحث عن أكسير الحياة. وفعلا بدأ رحلته للجبل المقدس مكان تجمع معبودات الصين القديمة، واللي قبلوا يدوله أكسير الخلود كمكافأة إنقاذه لبني البشر. لكن للأسف كانت الكمية تكفي شخص واحد بس، ولأن هوي كان بيحب زوجته وعايزها تكون معاه في رحلة الخلود قرر إنه مؤقتا يشيل معاها الأكسير وفهمها إن دي فرصتهم الأخيرة علشان يرجعوا للعالم السماوي، ولو ضاع أو اتكسر هيفضلوا محبوسين في عالم البشر. وبعدها اضطر هوي إنه يغيب عن البيت، وفي الوقت ده كان واحد من تلامذته سمع بحكاية أكسير الحياة، ولما كان قلبه مليان بالحقد والشرور استغل غياب هوي عن البيت وقرر إنه يسرق الأكسير. واتفاجأت تشانج بوجوده وهو بيهددها وبيحاول ياخد منها الأكسير بالقوة، ولأنها كانت متأكدة إن ما ينفعش للشر إنه يكتسب صفة الخلود، وفي لحظة يأس شربت كل الأكسير، وفي لحظة لقت نفسها بتطلع للسماء وعرفت إنها دلوقتي بتفارق هوي للأبد، واللي لقيته راجع وبيحاول في يأس إنه يلحقها أو يرجعها. وكل ما المسافة كانت بينهم بتزيد كانت الصدمة واليأس بيتجمعوا جواهم وتجسدوا في نظرة أخيرة بينهم قبل ما يزيد ارتفاعها وتطلع تستقر على القمر، واللي عاشت فيه وحيدة في قصرها مفيش أي صحبة ليها في حزنها غير أرانب بيسموها أرانب القمر، وما كانش ليها أي تسلية غير إنها تتفرج على عالم البشر من بعيد. وفضل زوجها يتأمل بشوق سماء الليل كل يوم في المكان اللي طلعت فيه محبوبته تشانج، لحد ما في يوم والقمر فيه كان بدر تمام لمح ضلها بيتحرك على القمر، وبدأ يجمع الأكل والبخور اللي كانت بتحبهم وقعد جنبهم يتأمل في القمر على أمل يشوفها وتشوفه أو يلاقي طريقة يقابلها بيها في يوم. ولما عرف باقي الشعب باللي حصل قرروا إنهم يشاركون نفس الطقوس، وكمان قرروا يولعوا مصابيح ملونة علشان تقدر تشانج تشوفها من القمر وتونس وحدتها. فضلت الأسطورة دي تتحكي جيل بعد جيل وتأثرت بيها قلوب الشعب الصيني، لدرجة إنهم حولوها لمهرجان سنوي اسمه مهرجان منتصف الخريف، واللي بيتوافق مع اليوم ال15 من الشهر الثامن حسب التقويم الصيني القمري، واللي احتفلوا بيه السنة دي في شهر سبتمبر. مهرجان البدر أو مهرجان منتصف الخريف من أجمل المهرجانات الصينية التقليدية، وبيحيي فيه الشعب الصيني الليل بالاحتفال بالبدر بأشكال مختلفة زي الألعاب والحفلات.
ده غير طبعا المسرحيات اللي بتكون قصتها وأبطالها مستوحاة من الأسطورة. ده غير إنهم بيحبوا يزينوا الشوارع والبيوت بالمصابيح الملونة واللي بتكون على شكل الأرنب المرتبط بالأسطورة أو بأشكال تانية مختلفة وملونة جدا. وكمان بيحبوا إنهم يطيروا مصابيح في السماء في ليلة المهرجان، وكلهم أمل إنها توصل أمنياتهم للسماء علشان تتحقق. من أشهر أكلات اليوم ده هو كحك القمر، واللي بيكون على شكل دايرة بترمز للقمر المكتمل. وبالرغم من إن كحك القمر اختلفت واتطورت الأطعم بتاعته من جيل لجيل، إلا إن رمزيته عمرها ما اتغيرت. كحك القمر بيرمز للهدف الأساسي من المهرجان، وهو فكرة لم الشمل. في اليوم ده بيتلم الشعب الصيني مع الأسرة والصحاب والناس اللي بيحبوهم، وبيقضوا الليل يتأملوا البدر ويتشاركوا ذكريات الماضي وأمنيات المستقبل. وزي ما عندنا كمصريين أغاني بتربط المحبوب بالغزل والقمر، فهم كمان بيقضوا الليل يسمعوا خواطر وأشعار بتعبر عن إحساسهم بالشوق للناس اللي بيحبوهم، واللي من أشهرها خواطر أديب صيني عاش من حوالي 1000 سنة تقريبا، واللي بيقول في جزء منها: متى يمكننا أن نتمتع سويا بأضواء القمر؟ أسأل السماء هذا السؤال، قل لي كم سنة قد مرت في القصر السماوي؟ أريد أن أطير إلى السماء البعيدة على متن الرياح الرقيقة، غير أني أخاف من الوحشة في السماء المرتفعة الباردة. أنا لا أزال باقيا على الأرض، ومهما كانت المسافة بيننا بعيدة وغير منتهية يمكننا أن نجتمع في يوم من الأيام. وفي النهاية بنلاقي إن جمال معنى مهرجان الخريف واللي خرج من رحم أسطورة شعبية كان أساسها الحب والاشتياق بيتركز في أمل اللقاء التاني، وإن مش مهم أبدا نفس المكان يجمعنا باللي بنحبهم في نفس الوقت، وده لأنهم دايما في قلوبنا وكلنا تحت نفس السماء بنشوف نفس القمر.